حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اوعى تكون زعلان. لو انت في 1% بس زعل، انا هكون زعلان انا كمان. فبالله عليك، اللي حصل حصل. اكيد انت حليت كويس في الفقه، واكيد حليت في الحديث كويس. ومهما تكون انت حليت وحاسس ان انت حليت حاجة غلط، شيلها من دماغك خالص وانساه اللي انت امتحنته، انساه وركز في اللي جاي. انا يوم ما طلعت من امتحان فقه سنتي انا، والله العظيم عشان كتبت كلمة غلط نكدت عليا وزعلتني. انا كنت امتحنت فقه بس اول يوم، كتبت والله كلمة واحدة بس غلط، كلمة يعني جملة كده كتبت من ضمنها كلمة. فزعلت وزعلت نفسي ان انا رجعت ولقيت ان انا حليت الكلمة دي غلط. فاهم ازاي؟ وقلت انا هنزل درجة والكلام ده، وزعلت واثر عليا في امتحان الديناميكا بعد كده. والحمد لله جيت في الاخر لقيت نفسي مقفله. فانت ما تراجعش، تمام؟ او لو رجعت سيبك خلاص، انت رجعت وخلاص، الامتحان فات. لا انت هتروح تراجع المادة تاني، ولا هتروح تمتحنها تاني، ولا هتروح تعدي اللي انت حليته تاني. فخلاص اللي انت حليته او اللي انت امتحنته خلاص اركنه على جنب وركز في اللي جاي. لسه بدري، لسه في 16 مادة ولا في 15 مادة غير اللي انت امتحنتهم دول. نركز في اللي جاي. انت عليك قرآن. القرآن مادة مضمونة، 40 درجة مضمونين. كل اللي عليك يا باشا تحفظ سورة البقرة، ومش كلها، يعني من ربع ما ننسخ لحد آخر البقرة. ده اللي عليك، المنهج بتاعك تحفظه زي اسمك. وانا ان شاء الله بكرة كده لما انت تفوق كده وتحفظ الحبة دول، هنزل لكم توقعاتي للامتحان. وان شاء الله هيجي لكم منهم يعني سؤالين ثلاثة على الأقل. بس انت تحفظ من ربع ما ننسخ لحد آخر البقرة. ده اللي بيجي في الامتحان بنسبة 60% 70% من الحبة دول بس. تمام. بعد ما تخلص دول ان شاء الله انت حافظهم، وانت عارف ان انت المنهج بتاعك من اول السنه، فاكيد انت حافظهم شويه. هتخش على ايه؟ اول 3 ايات من كل سوره. وحاول تزود وتخليهم 5 ايات بس. ايه؟ لو ما قدرتش خليك في ال3 ايات، وبعد ما تخلص يبقى ايه، خش على ال5 ايات. بس لازم تخلص اول 3 ايات من كل سوره، وتخلص البقره كامله لو تقدر، او من ربع ما ننسخ لحد اخر البقره وتحفظها زي اسمك بالظبط. عملت كده اضمن لك 100% انت تدخل تقفل الامتحان. هما بقالهم سنة ولا سنتين كده حاطين معرفش اختر، فمش عارف ايه النظام ده هيكملوا بيه او لا. بس هو يعني بيجيب لك اشهر المواضيع اللي في الصور، يقول لك دي في سورة ايه مثلا، او يجيب لك الايه دي ويقول لك اختر تكملة الايه. فمش عارف، هو كان دايما يجيب لك اكمل من قوله تعالى الى قوله تعالى، او اكتب من قوله تعالى الى قوله تعالى، او اكمل ايه واكتب الايه التي تليها، واكتب 3 ايات من اول السوره. فده كان نظام الامتحان سنتنا، والسنه اللي قبلنا، والسنه اللي قبلها، والسنه اللي قبلها. بس جه السنه اللي فاتت غير شويه وجاب لك اختر، فما اعرفش بقى إيه النظام السنه دي، بس بيكون سهل. يعني 3 درجات بتالي بس بيكونوا مضمونين ان شاء الله. فانت ركز، اهم حاجه ان انت تخلص النهارده سوره البقره من ربع ما ننسخ لحد اخر البقره. وتخلص اول 3 ايات من كل سوره على قد ما تخلص، فاهم؟ يعني مش لازم تخلص كل السور، على قد ما تقدر تخلص خلص. والناس اللي حافظه القران كامل ربنا يبارك لهم يا رب، دول اكيد ان شاء الله 100% يدخلوا يقفلوا امتحان. بس ان انت خلاص انت اتزنقت وما عادش في وقت، احفظ يا باشا زي ما بقول لك كده. الحبه اللي انا قلت لك عليهم دول اللي هم في سوره البقره، واول 3 ايات من كل سوره. وان شاء الله بكره هنزل لكم فيديو توقعات، هيجي لكم منه سؤالين ثلاثه على الاقل ان شاء الله. بالتوفيق، وركزوا في الامتحانات الجايه، وربنا يوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.